ازيكم عاملين ايه؟ يلا بينا نعمل مع بعض وصفة النهاردة. وصفة النهاردة بجد خطيرة. جبت البولة بتاعتي وحطيت فيها شوية فلفل اسمر مع شوية ملح وكمان حبة من السبع بهارات، وهحط كمان عليهم رشة من الكزبرة، وهجيب كمان معايا شوية من القرفة المطحونة وده مكون اختياري بس بيدي ريحة حلوة قوي. هحط كمان عليهم ريحان مجفف وده برضو اختياري بس بيدي ريحة وطعم خطير. هحط كمان عليهم معلقة من البابريكا ومعلقة من السكر ومعلقة من النشا وكل دوت معلقة الشاي العادي. هنزل عليهم بحوالي فص توم كبير مهروس وعصير ليمونه. هنزل كمان عليهم بحوالي معلقتين من الزيت وهقلب كده كله مع بعضه. التتبيله اللي معايا دي هروح بقى جايبه فيها شرايح البانيه بتاعتي وهنزل بيها على البوله بتاعتي في التتبيله وهسيبها في التتبيله اقل حاجه ساعه. بعد كده هجيبها احطها في الطاسه بتاعتي من غير اي دهون طبعا، علشان انا طبعا حاطه الزيت في التتبيله، وهبدا اشوح الفراخ بتاعتي لحد ما تاخد اللون. باقي التتبيله اللي معايا انا مقطعه هنا بصل جوليان، وهجيب معايا انا عندي الفلفل الالوان بكون مقطعاه ومفرزاه ومجهزاه، وهقلب كده الخضار بتاعي في قلب باقي التتبيله. وبعد كده هروح بقى اجيب باقي الوصفه هنشوف هنعمل ايه. هنا معايا الفراخ بتاعتي بعد ما اتشوحت هبدا كده اقلبها على الناحيه التانية. طبعا تسيبيها وما تقلبيهاش عشان ما تنزلش الميه بتاعتها. احنا هنعمل مع بعض ايه؟ بنعمل مع بعض احلى فاهيتا واسرع فاهيتا في الطاسه. بجد خطيره. اول ما الفراخ بتاعتي تاخد اللون معايا هبدا اطلعها كده من الطاسه وهنزل بالخضار بتاعي. وزي ما انتوا شايفين هسيب بقى الخضار بتاعي يتبل، هحط عليه شويه بس ملح ورشه فلفل اسود، وهبدا كده اقلب كله مع بعضه لحد ما يدبل معايا خالص. زي ما انتوا شايفين الخضار شكله بجد خطير. بعد ما طلعت الفراخ بتاعتي انا قطعتها شرايح كده على البلانشة، وبعد كده نزلت بيها قلبتها مع الخضار وهديها بقى كده تقلبتين لحد ما كله ياخد من طعم بعض ويتشوح كله مع بعضه. زي ما انتوا شايفين معايا بجد الوصفة خطيرة، حاجه كده رهيبه. طعمها بقى وريحتها اللي قلبت البيت مش قادره اوصف لكم. هبدا بقى اقدم الطبق بتاعي. انا جبت البايركس اللي هقدم بيه، وبعد كده هجيب بقى شويه من البقدونس وهبدا ارص بيه على وش الطبق بتاعي. وده كان شكل الوصفه، وكان طعمها وريحتها بجد يجننوا. زي ما انتوا شايفين معايا كده الوصفه تجنن، وبطريقه سهله وبسيطه ما بتاخدش معاكي اي وقت تماما. سهله وبسيطه تقدري تقدميها مع شويه رز ابيض وحبه سلطه، او تعمليها سندوتشات مع طحينه والف هنا وشفا يا حلوين.